السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، ومرحبا بكم من جديد في قناه مطبخ شوات زينب مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مرقه بالخرشف او القناريه، كتجي لذيذه بزاف، وغادي نشارك معكم جميع الاسرار باش تجيكم مريقه خاطره، وحتى الطريقه كيفاش تنقيو الخرشف بلا تماره وبلا مجهود. فخليكم مع الطريقه وما تنسونيش من لايك الفيديو، اللي مازال مشترك في القناه يشترك فيها باش توصلوا بكل جديد، ونبداو على بركه الله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي الخرشف، الكميه كتبقى على حساب الرغبه، وكنقيو الخرشف ديالنا كنحيد ليه داك الجدر ديالو. بالنسبه لهاد الطريقه اللي غادي نشارك معكم هي واحد الطريقه اللي مبتكره وساهله ماهله، يعني كتنقيو الخرشف ديالكم بدون تعب وبدون مجهود. كنحيد ليه داك الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب، يعني داك الربيع. من بعد كناخذ واحد الشيته اللي كتكون عندي، يعني مازال جديدة خاصة غير بالخرشف، راه كتكون كتباع عند أصحاب اللي كيكونوا كيبيعوا المواعن. كتاخدوها هكا تستعملوها غير للخرشف، كتخلوها غير للخرشف، وكتبداو كتحكوا في الخرشف ديالكم بهاد الطريقة كيف ما موضح لكم في الفيديو. هاد الطريقة يعني ساهلة وبسيطة، يعني كتغنيكم على ديك الطريقة القديمة أنكم كديروا السكين وكتبقاو كتزولوا خيط بخيط. هاد الطريقة كتحيد لكم ديك القشور اللي كتكون في الخرشف، كتكون مرة، وحتى دوك الخيوط، يعني الخرشف ديالكم كيولي نقي تماما. وكتكونوا هكذا يعني نقيتوه في واحد الوقت اللي هو قصير. من بعد ما كنشيتها مزيان بديك الشيته وكتولي ليا بهذا الشكل، كناخذ الحامض وكنحكها مزيان بالحامض هكذا باش كيبقى ليا الخرشف ديالي يعني طري، كيبقى في اللون ديالو ما كيكحلش. من بعد ناخذ واحد الاناء وكندير فيه الماء وكنعصر فيه الحامض وكنوضع فيه داك الخرشف ديالي. هاد الطريقة اللي شاركت معاكم راه كيبقى فيها، يعني الخرشف كيبقى يعني في اللون ديالو كيبقى خضر ما كيكحلش نهائيًا. هنا كنزيد واحد الدوائر هكا ديال الحامض وكنعصر الحامض، وكنستمر نقي الخرشف ديالي بنفس الطريقة كيف ما موضح لكم في الفيديو. كنزول دوك الزوائد اللي كيكونوا في الجوانب وكناخد الشيته وكنحكو هكا مزيان حتى كيحيدوا منه دوك القشور ودوك الخيوط. بالنسبة لهاد الطريقة راه غتغنيكم على الطريقة القديمة والساهلة. وبالنسبة لهاد الشتا غير خدوها البنات، راه غادي تنفعكم بزاف وغتغنيكم على يعني ديك التمارة اللي كنتو كضربوا مع الخرشف، وغتوليو تنقيو الخرشف ديالكم دغيا يعني في وقت اللي هو قصير. صافي من بعد ما نحكو مزيان بديك الشيته كندهنو هكا بالحامض وكنوضعوه في هداك الماء مع الحامض. من بعد ما نقيتو كامل ودرتو في الماء مع الحامض، يعني شوفوا الخرشف ديالي كيبقى يعني طري ما كيكحلش وكيبقى خضر في اللون ديالو، ما كيتغيرش ليه اللون ديالو نهائيا. في هذه المرحله غادي نزيد عليه الملح. بالنسبه للملح علاش كنزيدها؟ باش الخرشف ديالي كيجيني بنين وما كتبقاش فيه ديك المروره، يعني كنرقدو في هاد الملح والماء والحامض يعني تقريبا واحد نص ساعه حتى الساعه الا ما كنتو سربانين عليه، باش الخرشف ديالكم كيشرب ديك الحموضه والملوحه وما كيجيش باسل وما كيجيش حار. صافي من بعد كندوز مباشره كناخذ هكا جوج بصلات. الا كانت عندكم بصله دايره استعملوا حبه متوسطه، انا هنا كانت عندي البصله خضاريه فاستعملت جوج. كنقطعهم هكا قطع اللي رقيقه. من بعد كناخذ الكوكوط او الطنجره كنوضع فيها اللحم، انا هنا استعملت المليج ديال البيبي حتى هو كيجي زوين في هذه المرقه. صافي نزيد ديك البصله اللي قطعت معاكم وكنزيد ليهم ايضا قزبر ومعدنوس اللي مقطعين، وكنزيد الثومه. بالنسبه للثومه استعملت هنايا تقريبا من 4 حتى ل5 ديال الفصوص. بالنسبه للثومه كتعطينا يعني مذاق زوين، كل ما كثرتو كل ما كتجي يعني المرقه ديالكم بنينه وكتجي زوينه. صافي في هذه المرحله كنبدا كنضيف فيه التوابل، كنضيف الابزار وكنضيف ايضا السكينجبير او الزنجبير، الكركم او خرقوم عرق، وكنزيد الملح وكنزيد تقريبا نص ضويمه ديال الزعفران. صافي وكنزيد الخليط ما بين الزيت النباتية وزيت الزيتون. بالنسبة لزيت الزيتون يعني كيعطينا واحد المذاق زوين في المريقة ديالنا. صافي وكنحرك هاد المكونات جيدا، يعني هاد التوابل مع داك اللحم والبصلة والربيع، وكنوضع الكوكوط ديالي فوق النار، كنغطيها وكنخليها تقلى على نار مهيلة حتى كيتقلى ليا اللحم ديالي. من بعد ما كيتقلى كنبقى هكا مرة كنجي كنحركها باش ما كتلصقش ليا وما كيتحرقش ليا داك اللحم مع العطرية. كنبقاو هكا كنحركوها حتى كيتقلى داك اللحم مزيان مع جميع التوابل، يعني وكيشرب ديك العطرية. وكنخلي اللحم يزيد يتقلى مع التوابل. من بعد كنرجع للخرشف من بعد ما رقدتو في داك الماء مع الحامض والملح، وكنعاود ليه غسلة
هكذا باش كتحيد منه ديك الحموضة والملوحة، يعني كنقص منه ديك الملوحة والحموضة، يعني باش ما كيجينيش في المرقة مالح أو كيجيني يعني حامض كتطلق فيه يعني ديك الحموضة بزاف وديك الملوحة. يعني كنعاود ليه غسلة هكا في ما اللي كتكون نقية، كنغسلو فيها مزيان مزيان. صافي من بعد ما كنغسلو كنبقى كندير ليه هاد العملية باش هكذا كيتغسل مزيان، وكنصفيه هكا في شي شبيكة، وكنرجع للكوكوط ديالي من بعد ما كتقلى ليا اللحم مزيان. صافي في هاد المرحلة كنبقى كنحرك فيه هكذا، وكنرمي الخرشف ديالي من بعد ما صفيتو. بالنسبة للبنات السر ديال باش كتجيكم المرقة ديال الخرشف ديالكم خاطرة، ما خاصكمش تقووا ليها الماء، يعني كديروا واحد الكمية ديال الماء اللي لا بأس بها، لأن الخرشف كيطلق الماء. صافي هنا الخرشف ديالي راه بقى في اللون ديالو كيف ما كتلاحظوا، كيبقى خضر وطري. صافي رميتو، راه مازال غادي يهبط. صافي وهنا غادي نمرق عليه بالماء، يعني ما كنقويوش الماء كيف ما قلت لكم، كندير واحد الكميه اللي قليله لان الخرشف مازال غيزيد يطلق لينا الماء. من بعد غادي نزيد واحد الدوائر ديال الحامض هكذا من الفوق، حامض اللي كيكون يعني خضر طري. كيعطي واحد المذاق حتى هو اللي زوين، وكيخلي المريقه ديالنا ما كتجيناش يعني فيها ديك المروره، وكيجي يعني الخرشف زوين وطيب زوين. صافي وكنسد الكوكوط ديالي وكندير عليها الصفاره وكنحسب لها تقريبا 40 دقيقه، راه كيكون الخرشف ديالنا طاب. من بعد ما كنحل عليها، شوفوا المريقه ديالنا طلقات لينا داك الروا، يعني الخرشف كيطلق الماء. داك الماء اللي زدناه هو كيزيد يطلق لينا الماء. صافي كنبقاو مشعلين عليها، كنجهدوا عليها النار باش تنشف لينا من ديك الروا، والمريقه ديالنا كتختار. شوفوا معايا الخرشف ديالنا راه طيب يعني ولا فتي. في هذه المرحله غادي نزيد عليه الزيتون مع لي طرونج ديال الحامض المصير. انا هنا استعملت الزيتون البلدي، عندي مرقد في الدار، وانتم استعملوا الزيتون اللي عندكم. كنحاول هكا كندخلو في داك البلول باش كيطلق ليا حتى هو المذاق ديالو مع الحامض المصير، وكنخليه يزيد يتقلى مع هاد المريقه حتى كتنشف ليا شويه وكتختار. شوفوا معايا من بعد ما يعني نشف داك الروا واختارت ليا المريقه، طفيت على النار، كتجي واحد المريقه اللي رائعه بزاف، زوينه بزاف وبنينه، وكيجي الخرشف يعني طيب زبده، وما كيجيش يعني مر او فيه بنة الحروره او الحموضه نهائيا. غير جربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر في لي كومونتير، غادي تعجبكم بزاف. كيجي رائع فعلا وكيجي بنين، والمريقه ديالو حتى هي خاطره. كيف ما كتلاحظوا معايا في لا فيديو، يعني ما كيجيش فيه ما كيجيش يعني مياه بزاف. صافي وكنقدموه على الطريقه المغربيه او الطريقه اللي بغيتو، راه كيجي رائع فعلا البنات. غير جربوا طريقتي. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وما تنسونيش من لايك الفيديو، اشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة، ومع السلامة.